صباح الخير، صباح الحياة، صباح النشاط، صباح كل حاجة حلوة على أجمل متابعين الجمال. أول يوم تصويري من داخل مدينتي أو محافظتي بقى النهاردة، بعد انتقالنا الجميل من القاهرة للمنصورة، والولاد راحوا المدرسة. معلش إن أنا ما صورتلكوش الصبح، بس يعني مش كنا فايقين الصبح. بس طبعا البيت فاضي من ساعة ما جينا، فقررت أنزل بقى أشتري شوية طلبات للبيت، خضار بقى والطلبات اللي ناقصه على قد ما هقدر. مش هجيب كل حاجه لان الميزانيه مش تسمح، هجيب المطلوب، يعني ايه الحاجات المطلوبه هقدر اجيبها النهارده. وفيما بعد اول الشهر بقى نبقى نجيب ايه الطلبات الاساسيه. تمام، يلا بينا. صباح الخير، صباح كل حاجه حلوه. بالله عليكم لو اول مره تشوفوني حطوا لي لايك واشتراك في القناه، قناه يوميات ام علي مع العيله، يا اجمل واحلى متابعين في الدنيا. وتابعوني كده ان شاء الله، وادعموني كده بكل حاجه حلوه عشان ابدا اعمل لكم فيديوهات حلوه من داخل قريتنا البسيطه. بصوا كده، صباح النشاط، صباح الحيوية. بص صوت الديك ما شاء الله. النهارده كده يوم جميل كده مشرق بالأمل والحياة. ربنا يوفقنا ويوفق أي حد يا رب العالمين. وإيه، ومع الإصرار والنجاح ربنا يكرمنا بإذن الله. يلا بقى بينا بالسوق. لو قدرت إن أنا أصور لكم وأنا في السوق هصور، ما قدرتش فمعلش عشان إحنا هنا في أجواء ريفية بقى، فممكن التصوير يكون بالنسبة ليهم يعني مش قوي. فيلا بينا. صباح الخير. رحت السوق يا ولاد وجيت تاني. يا نهار ابيض على الاسعار. الطماطم ب 40 جنيه. تتخيلوا ان الطماطم ب 40 جنيه النهارده في وقت الفيديو ده؟ طماطم ب 40 جنيه. كيلو الطماطم اللي كنا بنجيب التلاتة ب10 والكيلو ونص ب10، الطماطم ب 40 جنيه. لما تجيب 2 كيلو ونص ب 100 جنيه، ما شاء الله، اللهم بارك. يعني لما تنزلي من مبلغ كده راح السوق ما تستوقيش عليه العوض ومنه العوض. اللهم لك الحمد على كل شيء يا اجمل واحلى متابعين في الدنيا. حطوا اللايك والاشتراك لاجمل قناه في الدنيا، قناه يوميات ام علي مع العين. انا دلوقتي لسه جايه من السوق من داخل مطبخ المتواضع. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه، وهبدا في تحضير الغدا النهارده للاولاد. تعالوا كده بسم الله. انا جايب من كل حاجه كيلو 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 كيلو. اه والله، كيلو 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 كيلو. بصوا بقى، دي عشق الفسيخ. العشق، جبنا فسيخ يا ولاد، جبنا فسيخ وهنسقط وناكل فسيخ النهارده. جبت كيلو بلح من ده اللي هو السمان ده الاصفر، كيلو ب 15 جنيه. وجبت خيار، عمك الخيار الحلو ده، جبت 2 كيلو خيار. وبطاطس، جبت 2 كيلو بطاطس. بطاطس الكيلو ب 25 جنيه. جبت 2 كيلو ب 50 جنيه. وجبت بريدان زنجان اللي هو الملون المخدد ده، جميل جدا عشان نعمل محشي معاكم. وجبت ايه 2 كيلو حلوين. وجبت الفنجان اللي هو الكبير ده اللي هو العروس الرومي، عشان نعمل بقى مسقعه ونعمل معاكم ايه بابا غنوم. ونشوف، تعالوا نشوف بقى، نشوف. ويا ريت الطماطم ايه حلو. بصوا انا جايبه من كل حاجه جزء كيلو يا ولاد على قد الفلوس. جبت كيلو موز، وجبت طماطم اهي 2 كيلو طماطم. طماطم، بصوا الطماطم بقت فراوله يا ولاد، بقت مانجا بدل المانجا يا ولاد. الطماطم بقت اغلى من المانجا. المانجا عمرها ما وصلت 40 جنيه. الحمد لله على كل شيء. طبعا مع اننا مقاطعين فاين فود، مع ان يعني انا بحب ماجي بصراحه، واحنا كلنا بنحب فاين مرقه ماجي، بس هي مقاطعه فجبنا فاين فوز. يا ريت فاين فوز ما تقولوا دي ماركه مصريه. جبت علبه. وجبت بلح اللي هو الرطب الطري ده برضو، جبت كيلو. وجبت ذره فشار للاولاد عشان نعمل. بصوا دي كده مقرمشات جبناها من السوق. وجبت خضره عشان المحشي. دي الطلبات اللي انا جبتها النهارده. جبت عشان هعمل غدا النهارده، هعمل لهم كبده ان شاء الله. هعمل لهم كبده كده وغموس كده ويتغدوا. تابعوا معايا الفيديو من اوله كده والاخره. هبدا راح اغير بقى. انا قلت اصور لكم المشتريات بتاعتي البسيطه، يا رب تعجبكم. هي دي مشترياتي الخفيفه كده
الحاجات اللي مشتريات خضار. انا جبت قبل كده كنت جايبه مكرونات، وكان عندي زيت هنا، كنت جايبه زيت برضو، وكان عندي توابل. لا انا جبت توابل برضو، جايبه التوابل، جبت ب 10 ب 10 ب 10. جبت فلفل اسمر وبهارات مشكله. هي دي الحاجات اللي انا عندي. وعندي رز، عندي طلبات اللي هي ايه هتكفيني. دي بقى خضار هيكفيني حسب ما يكفي، وبعد كده ايه هجيب. احلى صباح عليكم يا اجمل متابعين في الدنيا. بحبكم في اللي تابعوا معايا الفيديو من الاول، تشوفوا هنعمل ايه باقل التكلفه. يلا بينا، هروح اغير هدومي وابدا بقى ايه اغسل الخضار واشوف هنعمل ايه. بصوا كده يا اجمل واحلى ناس في الدنيا ومتابعين، ربنا يخليكم سند ودعم لينا. هنا بقى دي مشتريات البسيطه اللي انا وريتها لكم في الاول. بدات كده اظبط الحاجه. جبت العلب بتاعتي، قلت افضي الطماطم والخيار والبتنجان وكل حاجه فضيها مكانها. اهم شيء لو وصلت لغايه هنا يا حبيبه قلبي ما تنسيش تصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بالله عليك وحياة حبيبكم النبي، اللي يتابعني يحط لي لايك، يسيب لي كومنت جميل يسعد قلوبكم. طبعا كده انا هفضي البلح اللي هو الطري ده ما بيتغسلش، انا بحطه كده في التلاجة، واللي يطلع منه هم بيبقوا عارفين. بنغسل منه، لكن الخيار هغسله، والبلح الناشف هغسله، كل حاجه هغسلها قبل ما احطها في التلاجة. الحاجه الوحيده اللي مش هغسلها اللي هو البلح الطري اللي هو الاسمر ده الرطب، مش هتتغسل طبعا، لانك لو غسلتيها بتبوظ بتبوع. فطبعا انا مش هغسلها. هنا هفضي المقرمشات في العلبه البلاستيك دي عشان الاولاد لما يجوا ياكلوا منها، واغطيها اهو. وكده بقى ايه هنرص حاجتنا. انا بجد عملت محشي. كنت بعت اجيب كبده في الوقت اللي انا برص فيه الحاجه دي، لفيت الدنيا ما لقيتش كبده جنبي. بس قررت بقى ان انا هعمل محشي، بس ما صورتش معاكم. خشوا بقى شوفوني واحنا بنتغدى. ازيك يا حبيبي عاملين ايه؟ بصوا كده بقى خلصت الغدا النهارده، بس معلش ما قدرتش اصور معاكم وانا بعمل المحشي. بصوا الحركه دي اهو. ده محشينا الجامد الجبار. بصوا سايبين في صوص عشان الاساتذه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله، الله اكبر. عايزه اتلسع، معلش يا قلب. معلش. وكده اهو كون ده المحشي بتاعنا. بعد ما جيت من السوق عملت المحشي وسلقت اللحمه، حاجه بسيطه كده على القد. ودي لمه عيلتنا البسيطه يا اجمل واحلى عيله في الدنيا. بعد اللمه الكبيره بقينا 3 افراد، الحمد لله اللهم لك الحمد. ويدومها نعمه كده علينا. بالله عليكم ما تنسوا تصلوا على رسولنا الكريم في الكومنتات. ويا رب يعجبكم الروتين بتاعي البسيط كده. بس كان نفسي اوريكم من داخل المطبخ، بس معلش في شويه كده من ساعه ما جيت بقى من السفر بظبط شويه حاجات في المطبخ مكركب. على قد ما بقدر اعمل واقف اعمل الاكل كده. بس ان شاء الله كده هوريكم شويه فيديوهات حلوه باذن الله باذن الله. ادعوا لي وربنا يوفقنا يا رب العالمين. محتاجه ادعمكم باللايك ومشاركه الفيديو لو عجبكم، تحطوا لي مشاركه وتعملوا لي اشتراك بالله عليكم يا اجمل واحلى متابعين في الدنيا. وده كان غدانا النهارده اهو. يلا بقى كده الاولاد جعانين، هنحطلهم بقى كده ياكلوا في المحشي. بصوا المحشي. نعم يا موس عشان تاكل. تعال اهو. يلا حطوا لايك.